اهلاوي ولا زملكاوي؟ بالامانه اصل زملكاوي والله العظيم. مفيش حاجه اسمها اصل زملكاوي، كنا عايشين في بلطيم وجينا هنا. والله وحياه ولادي دلوقتي وحياه ولادي زملكاوي وحياه ولادي. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي والله. هرد ايه اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي والله. اسمع بس اسمع. اهلاوي بجد مش بهزر. اهلاوي بقلب، اهلاوي بحياه بحب. على فكره ما انت ممكن ناس كتيره جدا اهلاويه وما تلاقيهمش اهلاويه. بس انا اهلاوي انا اتربيت على حب الاهلي. انت من صغرك زملكاوي؟ دي حقيقه. زملكاوي ده بجد والله. حلو على فكره. احنا قلنا ايه؟ قلنا مفيش طبطبه. حلو والله خالص والله. وهرد. بص انا الموضوع ده يعني شغل الراي العام الفتره اللي فاتت كبيره جدا. ماشي. ما انكرش ان انا وارد زي ما قلت لك ان انت وارد بتخطأ، بس تعال نشوف بقى انت بتخطأ ليه او ايه الموقف اللي خلاك توصل لكده. وارد ان انت تخطأ بمعنى ايه؟ ان انت تقول إن مثلا ان انت تزعل، ده شيء طبيعي. بني ادم بتزعل برضه. انت في مكان اتربيت فيه وانت عندك 8 سنين وعملت الحمد لله تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي. النادي الاهلي بالظبط. يعني انا الحمد لله انا بقولها اهو. انا في مثلا تقريبا 5 سنين انا شايل النادي الاهلي، مش لوحدي اكيد، بس انا من ضمن الناس اللي كانوا شايلين النادي الاهلي. بالظبط. فلما بتعمل تاريخ انا الحمد لله من كرم من عند ربنا وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. انا كنت واحد من ضمن الناس اللي جاب دوري الابطال بعد 11 سنه 2001 طبعا. 2001. وكان على فكره كان في الوقت ده احنا كان مع احترامي كل اللعيبه اللي موجوده ما كانش في حد. جيل صغير بتاع كابتن شوقي غريب كذا واحد منه. انا واحد لعبت مع اسماء مع احترامي يعني ما يشيلوش فرقه. يعني تعالى انت بص مين اللي كان موجود في النادي الاهلي. هتلاقي كابتن عصام الحضري، هتلاقيني اعوذ بالله من كلمه انا، وائل جمعه ابو المجد مصطفى ابو مسلم، حسام غالي. مع احترامي ليهم ما يشيلكش فرقه. انا بقول لك القايمه اللي كانوا شايلين حسام غالي، خالد بيبو وقتها. في حد تاني؟ هم دول سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد عبد الحفيظ بس كانت اصاباته كتير. يعني سيد من اللعيبه المميزه جدا. البطوله دي برضو لو تحسب لك هو كمان، لانه ليها هدف. بس لولا الهدف بتاعي ما كناش خدنا البطوله بتاع شباب بلوزداد، اللي هو شباب بلوزداد. ده شباب بلوزداد انت كنت لازم تكسب، ولولا الهدف بتاعه في الترجي ما كناش صعب. ما انت لو ما عدتش ماتش بلوزداد سيد عبد الحفيظ مش هيحط الجول. نظريه برضه ماشي. اقتنعت صح ولا مش صح؟ مش هيجيب الجون بتاعه. ايوه. وتوفيق من ربنا. وخد بالك احنا كنا مجتهدين جدا. فانت لما يجي لك وقت، الحمد لله انا في الفتره بتاعت زوري مع النادي الاهلي كانت ابتدت الفرقه تفضى. كان عندك كابتن حسام حسن وابراهيم حسن مشي، سمير كمونه مشي. طب انت بتبيع لي ان انت كنت مهم. انا عارف ان انت كنت مهم. انا بحاول افهم. ماشي. انا عارف ان انت كنت مهم في الاهلي. لما يجي لك وقت ان انت تحس ان انت كل ده انت بعد التعب اللي انت تعبته وفي الاخر انت ما بتذكرش اسمك، هتزعل ولا مش تزعل؟ ما يتذكرش اسمك. انا ما كنتش بيتذكر اسمي خالص. في ايه؟ في تاريخ النادي الاهلي.